السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شايفين شكل القراقيش بقى الجميل دي؟ شكلها ولونها تحفة، وطعمها كمان، ومفرغة كده ومش مكتومة، معمولة حلوة قوي. والكمية دي كلها عملناها يعني 4 كوبايات بس من الدقيق، بجد خطيرة. شايفين بقى؟ ودايبة دوب. اول ما تجربيها من اول مرة تطلع معاكي باللون الخطير ده وبالطعم تحفة. قوامها مظبوط وحجمها، وطبعا تقدري تعمليها بالحجم اللي انت عايزاه، طويله بقى، اصغر من كده، صغيره شويه، براحتك زي ما تحبي. بجد خطيره، وطعم السمسم فيها حلو جدا. يلا بينا على طول اقولك الطريقه اللي انا عملتها بيها. اول حاجه انا حضرت كده الطبق بتاعنا. انا معايا كميه من الدقيق، ده كان اقل من كيلو دقيق، واخده منه كوبايتين، فتقريبا كان معايا 4 كوبايات من الدقيق. الاول هحضر هنا ده كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، هنزل عليها كده بباكت من الخميره الفوريه، وكمان عليهم معلقتين كبار من السكر، وادوبهم ونركنهم على جنب. بس كده هنيجي بقى للدقيق بتاعنا. سيبي بقى الخميره كده تتفاعل براحتها. وهنا بقى للدقيق احط، انا بحب طعم السمسم فيها قوي، زي ما بتحبي الطعم فيها احط لها. انا هحط كده 3 معالق من السمسم، ومعلقه من الشمر واليانسون على بعض، انا مش بحب ازوده قوي. نص معلقه كده من البيكنج باودر، ورشه ملح. وبقلب كل المكونات دي. عايز تعمليها بالسمسم بس، عايز تعمليها بالشمر واليانسون بس، تعملي الميكس. لو عندك ريحه كحك بتبقى حلوه قوي عليها. ودي كوبايه كبيره من السمنه. انا حاطه كوبايه الا ربع من السمنه وربعها زيت. هتمكسي بقى بين السمنه والزيت، او نص ونص زي ما تحبي، لكن مش بنحطها كلها سمنه. وينفع على فكره نعملها بالزيت بس انا بحب قوامها طري شويه. بتبتدي بقى تدعكي الدقيق كده في قلب السمنه كويس جدا، لحد ما تتاكدي ان الدقيق كله السمنه وصلت له. بنزل بكميه الميه كلها، وببتدي الم بس العجينه، مش بعجنها، لحد ما تبقى في ايدي عامله كده. لو لقيتيها ناشفه او بتشقق، ممكن تضيفي لها معلقتين 3 كده من الزيت، لحد ما تلم معاكي وتبقى بالشكل ده وسهله التشكيل. انا سبتها ترتاح بس 10 دقايق كده او ربع ساعه، مش بسيبها كتير. لميت الدنيا حواليا، وبعدين ابتديت اخد بقى قطعه قطعه كده عشان اشكلها. ممكن نشكلها بحجم اصغر من ده، بتبقى جميله. بعملها رول كده، وبعدين ببتدي افردها يعني سمك نص سنتي تقريبا، لان هي لسه هتعلى في الفرن، وهتعلى لما نسيبها شويه في الصينيه او في الصاجه على جنب. ببططها كده او بنشيبها بقى عشان تظبطي السطح كله يبقى قد بعضه. بقطع الزوايد، وببتدي بقى اقطع القراقيش بقى بالحجم اللي يعجبك. ممكن تصغري عن كده، وممكن تكبري زي ما تحبي. بالشكل ده سهله جدا وسهله في تقطيعها. حرفيا ما بتاخدش وقت خالص، العجينه كلها هتحضريها في اقل من 10 دقايق، وهتسيبيها 10 دقايق وتشكلي. ما بتاخدش بقى وقت خالص. في صينيه كده برص فيها بقى القراقيش بتاعتنا بالشكل ده، مش بدهن في الصينيه حاجه. هي هتنزل السمنه والزيت بتوعها، وبتاخد لون حلو جدا. هعمل كمان حته، واعمليها بقى اطول شويه، اقصر شويه، عايزه تحشيها ملبن او عجوه زي ما تحبي. انا بحبها بصراحه ساده كده، بتبقى حلوه قوي بقى الصبح كده جنب كوبايه شاي ولا شاي بلبن، بتبقى خطيره. شايفين؟ نعملها بقى صغيره شويه، نعملها كبيره، زي ما تحب. بألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربوها. انا في الوقت ده ببتدي بقى بعد ما اخلصها من تشكيل، بولع الفرن يسخن. بولع الفرن تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة كده، على درجة حرارة 180، تكون هي كمان ارتاحت في الصينية شوية. وبعدين بدخلها الفرن. بعد ربع ساعة ببتدي ابص عليها. مش هتاخد معاكي اكتر من 20 دقيقة في الفرن، ممكن اقل على حسب الفرن عندك. بصي هنا سمكها عامل ازاي. ظبطيها بقى، وبجد خطيرة. طعم السمسم فيها والشمر واليانسون يجننوا. بصي بقى لونها لما خرجت عاملة ازاي، واخدة لون حلو قوي من تحت ومن فوق، والتسوية بتاعتها مظبوطة جدا. شايفين بقى من جوه هي لسه طرية، كل ما تقعد بره هتنشف وتبقى خطيرة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي، شكرا انك بتشوفي الفيديو للاخر. ما تنسيش بس تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد، وكمان قناتي تكبر بيكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وباي باي.